ألف ألف مبروك. شو نقول الكابتن حسين عموته؟ شو نقول؟ مبروك. لا هذه البداية وما زال ما زال. لا كابتن شيك احنا نقول لك مبروك. انت مبروك علينا. اول شيء مبروك عليك الفوز. لا توقعت الفوز ليش؟ لا مبروك. لا قصدي يعني ان شاء الله 1-0 والحمد لله. المنتخب المغربي فاز 2-0، اصبح الان عنده من نقاط 4 نقاط في صدارة المجموعة، وباذن الله المباراة الجاية نفرح معاكم بالتأهل باذن الله. من تفوزون يا عرب احنا نفرح ونستانس معاكم وننبسط ونكيف ونقول مرة ثانية مبروك علينا يا المغرب، وما زال ان شاء الله. روح حق اشرف بن عياد. تفضل يا اشرف. مرحبا بك ابو جاسر في ليلة تاريخية بالنسبة للمنتخب المغربي. معنا يحيى عطية الله. يحيى، يوم تاريخي للكرة المغربية. وبطبيعة الحال يوم تاريخي أننا استطعنا أننا نحقق الانتصار في المونديال اللي غاب علينا مدة طويلة هذه. الحمد لله. كنبغي نشكر الجمهور اللي حضر اليوم بكثافة وساندنا من الدقيقة الأولى لآخر الثانية في الماتش. الحمد لله. كنبغي نهنئ اللاعبين ونبغي نهنئ الجمهور اللي ساندنا اليوم، والحمد لله ومبروك علينا. كيف كانت الأجواء مع الجماهير الآن؟ الجمهور المغربي كيبقى جمهور كبير. صراحة أجواء عالمية زوينة. كنبغي نشكرهم وإن شاء الله مازال ما درنا والو، مازال أمامنا مباراة كندا. بماذا تشعر يحيى أنت؟ بطبيعة الحال كنشعر بالفخر، والحمد لله ربي وفقنا أننا انتصرنا اليوم، ومازال عندنا مقابلة جاية نحتفلوا اليوم ونعاودوا نوجدوا ثاني إن شاء الله مقابلة كندا. وفقك الله وفقك الله. عودة إليك أبو جاسم. شكرا لك. خالد مع نايف أقرد مدافع المنتخب المغربي. نايف، أترك لك الكلمة، ماذا تقول في هذه الليلة؟ واش نقول لك، الفرحة ما كتوصفش. قبل الماتش ما يمكنش نشوفوا الميساجات اللي وصلونا في السوشيال ميديا ولا لي زابيل اللي وصلونا. ما عليك الا انك تقدم ماتش بحال هذا. والله لا، شكرا للجمهور المغربي. عارفين باللي مخلوعين قبل الماتش، فتحنا معاهم، بغينا نجاوبوا ونبينوا اننا قد المسؤوليه. كل شيء تقاتل اليوم، منتخب اللي صعيب حنا عارفينه، مي كما قلنا المدرب قالها في ندوه صحفيه خصهم يثقوا في هاد الشباب. الدراري قادين يقولوا الكلمه ديالهم، وان شاء الله باقي الماتش ديال كندا غنحاولوا نفرحوا دابا، وتعرف المغرب غتكون الروينه يمكن. الحمد لله. we trained so hard. تدربنا بشكل جيد وتدربنا خلال الأسبوع كله وبذلنا جهدنا، واليوم هذه المباراة انتهت. أحرزنا الهدف الأول وأحرزنا الهدف الثاني، والحمد لله. لقد كان يوما مميزا بالنسبة لك، ليس بالنسبة لي ولكل من يدعم المنتخب الفريق المغربي. هي فرحة كبرى بالنسبة لنا في كأس العالم، وإن شاء الله سنبذل جهدا أفضل. هذا يوم مميز. شكرا لك. رائع بالفعل. لقد كانت نقاطا مهمة للغاية أحرزناها اليوم، وقد أمنا بذلك منذ اللحظة الأولى. لم نستسلم، وكما تعلم ونحن الآن على الطريق الذي نحلم أن نكون به. شكرا لك يوسف. حمد الله. إذن مع يوسف نصيري مع عبد الرزاق حمد الله، هنا تكمن وحدة المنتخب المغربي. مهاجمان يتنافسان على مركز، لكنهما يعشقان مساندة المنتخب المغربي في كل لحظة. كل واحد يركز فقط على المجموعة. عبد الرزاق، مرحبا بك في هذه الليلة التاريخية، ماذا تقول؟ واش غادي نقول؟ الحمد لله فرحانين بزاف، اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ومن فضل جميع الناس اللي تقوا في هذه المجموعة، ومن فضل جميع المشجعين، لا المغاربة ولا العرب كافة. واللهم لك الحمد. هذه مباراة أخذنا منها 3 نقاط. إن شاء الله لازم المباراة الجاية إن شاء الله نلعب على الفوز باش نضمن التأهل 100% إن شاء الله. يوسف، يا لها من ليلة، وهنا فرحة الجماهير ما زالت مستمرة وستستمر. الصراحة فرحة كبيرة بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير والشعب كامل ديالنا. الحمد لله قدمنا أداء مزيان. النتيجة إيجابية كانت. حافظنا على الشبكة ديالنا، ما خديناش الهدف. وكيف ما كنقول كنشكر الجماهير، كنشكر اللعابة على هادشي اللي قدموا. وهنا حنايا ما كنتنافسوش هنايا، بالعكس حنايا كنتعاونوا هنايا باش نعطيو نتيجة إيجابية للمنتخب المغربي. ما كنلعبوش على حساب واحد يلعب على راسه ولا كنلعبوا على حساب التوني هذا وعلى الشعب المغربي ان شاء الله باش يكون فرحان بينا. الف مبروك. الله يبارك. الف مبروك. عودة اليك.
يستحقون المغاربة حقيقة هذا الاحتفال وهذه الفرحة. ألف مبروك لكم، ونقول مرة ثانية وثالثة فوزكم هو فوزنا وتستاهلون، وإن شاء الله يتمم عليكم وتتأهلون للدور المقبل. ألف مبروك لكم على هذا الأداء الرجولي وهذا الأداء القوي وهذا التشريف لنا كعرب وهذا الفوز التاريخي على المنتخب البلجيكي، أحد المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم المصنف الثاني على مستوى العالم. نرفع على مسامعكم مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، وليد البطل. وليد، ماذا تقول في هذه الليلة التاريخية حتى بعد تعادل كرواتيا الذي ربما استأمنه البعض أن تقول تعادل إيجابي أمام منتخب قوي؟ لدي الثقة في هذا المنتخب، اليوم يتأكد ذلك. الصراحة أكيد كنا عارفين كأس العالم ماشي سهلة، كنا كنديروا بزاف غلط، احنا بلاد عربي كنمشيو ديما باش نديروا سبيكتاكل ونبينوا ملي كنعرفوا نلعبوا الكره. بحال كتشوفوا ديما مع الفرق ديال الاوروب ولا ديال الامريكان السود امريكان كنصايدوا ما كندوزوش. حنا لوبجيكتيف ديالنا من الاول هي ندوزوا بهذا الجروب اللي ماشي سهل بالحق، مازال ما درنا والو. انا فرحان سورتو على الجمهور المغاربه اللي جاوا يساندونا على بلاد العربي. احنا في بلاد ديال قطر بغيت نقول لهم برافو على شنو داروا على بلاد المسلمين، وبغينا نفرحوهم. هادشي اللي مهم، حنا بغينا نتقاتلوا باش نوريو ملي الكره العربيه عندها تاريخ. من حق الجمهور المغربي أن يحلم؟ بيان سور. شوف هاد الجمهور غير الناس ديال كازا اللي يمكن يقدروا يعرفوا الجمهور المغربي كيبغوا الفرقه ديالهم، كيبغوا بلادهم. عاونونا بزاف اليوم، ما كانش سهل الماتش مع بلجيك، كانوا عندهم كره كان خصنا نجريو. بحال ملي عندك هاد الجمهور كيعاون، بحال ما درنا والو غنعاودها. ما خصناش نطيحوا بديك لوفوري بحال اللي درنا شي حاجه، خصنا نكونسونطراو دغيا على كندا. عندنا بزاف دراري اللي ملي مبليسي، بزاف دراري يلعبوا مبليسي اليوم، حكيمي، مزراوي، سايس، الجول. غنتقاتلوا باش ان شاء الله نكونوا في مستوى الماتش اللي جاي. ألف مبروك. الله يحفظك. ألف مبروك، شكرا جزيلا. عودة إليك في انتظار باقي اللاعبين والمدربين. كرام، من جديد نرحب بالكابتن واحد نجوم المنتخب المغربي عبد الرزاق حفظ الله. بداية كابتن، مش مبروك لكم، مبروك لنا كعرب وكقطريين، ثم مبروك لكم ما قصرتوا في المباراة، أديتوا واستحقيتوا 3 نقاط. الحمد لله، اللهم لك الحمد. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثاني شيء يعني بمجهودات اللاعبين والطاقم التقني. الحمد لله. فاحنا ما نمثل المغرب فقط، فنمثل جميع العرب، وباذن الله ان شاء الله في المباريات المقبله لازم نبقى بنفس الجديه على اساس ان شاء الله نفوز ونأكد التأهل باذن الله. كابتن، دائما العالم تتحدث عن المنتخب المغربي يملك نجوم، ولكن في مشاركات كأس العالم يكون الموضوع مشاركة شرفية دور المجموعات من بعد 86 يوم وصلوا تقريبا دور نصف الثمن النهائي. هل راح نشوف في بلد المونديال البلد العربية قطر يشوف منتخب عربي أيضا يصل إلى الأدوار هذه؟ أكيد، يعني تقريبا جميع اللاعبين اللي موجودين في المنتخب المغربي فهم لاعبين يعني كبار، على غرار أن تقريبا الجل يعني يمارسون في الدوريات الكبرى، لكن تقريبا كل اللاعبين يعني في جميع الدوريات فهم عندهم مستوى كبير ومستوى يخول لهم أنهم يكونون في المنتخب المغربي. والحمد لله، يعني لما لا يعني نكون أو نسوي نفس إنجاز 86، ولما لا يكون أفضل، لأنه عندنا جميع المقومات أنه نوصل إلى أبعد نقطة ممكنة في هذا كأس العالم، خصوصا يعني في أرض حبيبة وشقيقة. فأكيد أن الجماهير راح تكون معنا كما شفنا اليوم، يعني ما شاء الله أشكرهم من هذا المنبر، يعني جماهير مغربية وسعودية وقطرية وتونسية وجزائرية يعني كلها مع المنتخب المغربي. حسيت فيه؟ معلش، يوم أنك ذكرت هذه الجماهير كابتن، أنت يوم دخلت الملعب ايش حسيت فيه؟ شوف، احنا اول ما دخلنا الملعب يعني كانت رهبه من جمهورنا، يعني احنا المغاربه ويعني وجاتنا رهبه من جمهورنا، فما بالك يعني الخصم. انا اعتقد انه لو كانت هذه الجماهير يعني كل المباريات اعتقد يعني صعب جدا انه اي منتخب يفوز علينا، وباذن الله يعني نتمنى ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا المباريات المقبله باذن الله. كابتن، يعني اليوم خلنا اسالك، انت جيت تقول الرهبه، لكن انت اليوم داخلك ايش حسيت؟ شفت اليوم السعودي والقطري والتونسي وايضا المصري كلهم قاعدين واقفين في المدرج يهتفون باسم المغرب. وسبحان الله، يعني لما تصير او توصل يعني زي هذه المباريات، فان العرب تكون يد واحده، يعني لا يكون فرق ما بين سعودي وعربي وقطري، ويعني كل يكون مع بعض.
يعني اعتقد انه حتى كذا يعني نفس الشيء راح يصير للمنتخب السعودي ان شاء الله في المباراه المقبله ان شاء الله. يعني اتمنى من جميع الجماهير تآزر باش يتأهل، ونفس الشيء المنتخب التونسي باذن الله. ويعني هارد لك المنتخب القطري يكون افضل ان شاء الله، لكن ان شاء الله في الجاي يكون افضل باذن الله. شكرا لك كابتن عبد الرزاق حمد الله، مشكور، مبروك مره ثانيه يا كابتن. شكرا حبيبي. مشاهدينا الكرام، هذا لقاءنا القصير والمبسط مع النجم الخلوق واحد نجوم المنتخب المغربي الكابتن عبد الرزاق حمد الله. شكرا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصل